سيادنا السلام عليكم. كنقدموا لكم هذه الشقه اللي عندنا في ولاد وجيه، اللي هو غني على التعريف وقريب لجميع المرافق الضروريه. هاد العماره فيها غير 3 ديال السكان فقط. عندنا وحده في الطابق الاول والثاني والثالث. بالنسبه للطابق الاول والثاني راه تباعوا لي جا ساكنين الناس. باقي الطابق الثالث كلهم في صاله وحده وشوكه، يعني عندهم زوج ديال الواجهات وبمساحه اللي تبارك الله كبيره بمعنى الكلمه، فيهم 110 المتر مربع. بالنسبه للفينيسيون هنا راه كتشوفوا كلشي على عينيكم. هنا كتجيك تيفي تبارك الله اللهم بارك. هذه راه مخدومه بمعنى الكلمه. ستيلا اللي كاينه في الحيوط بانسيور ستيلا. بلافون عندنا بالعود، زائد عندك هاد الحجر الطبيعي اللي كيعطي واحد الجماليه للشقه. كما قلت لكم بقات شقه واحده، البروميي والدوزيام ديجا مبيوع ومساكنين فيه الناس. كنلقاو الحمام الرئيسي اللي كيجي سامبل، يعني مخدوم سامبل تبارك الله. عندنا هاد الكويزين اللي هي كبيره بمعنى الكلمه تبارك الله وبيان ايكيبي، لا بلاك والفوق ولا هول، وعندك فين دير لا فيسيل ولا ماشين لافي. وبالنسبه للثلاجه الريفريجيراتور راه كتجي اونكاستري في هاد البلاصه هادي. هنا يمكن ديروا اي حاجه صاله مونجي او اي حاجه، كيبقى الاختيار ديالكم. بالنسبه للشقه سيادنا عندنا جات الفيزافي ما عندهاش من الواجهه ديال الشارع، ما عندهاش نهائيا الفيزافي. نكمل لكم بعدا تشوفوا مزيان المطبخ. هي جات شوكه هانتوما تبارك الله كما كتشوفوا. بالنسبه للبلاكارون ام دي اف طالعين حتى البلافون. لي سبوتو لي تخلص راه دايزين، القبص سامبل دايز عندنا في الشقه كامله. والاشاره كاينين غير 3 سكان فقط، شقه في كل طبق. هذه الغرفه الاولى اللي هي كبيره تبارك الله كما كتشوفوا كلشي على عينيكم. كنحاول نصور لكم كلشي بلا من الداخل وتشوفوا حتى الاطلاله، يعني فيزافي ديال الجهه ديال الصاله والبيوت الاخرين كتشوف نيشان الشارع والجريده. وعندنا بيت هذا والكوزينه كيشوفوا الزنقه، فاس جا على الزنقه وفاس جا على الشارع. شوفوا تبارك الله اللهم بارك، يعني مفصله بمعنى الكلمه، يعني ما نحتاجش نتكلم. نتوما راه كتشوفوا كلشي على عينيكم. هذا واحد الحجر طبيعي اللي عطى واحد الديكوراسيون زوين كما قلت لكم. عندنا ليد ولي سبوت دايزين. البلافون بالعود، طريه كادو من عندنا. كليماتيزور راه كاين في الصالون، وكما كتشوفوا تبارك الله الاطلاله على الجريده. واي حاجه قريبه لك، يعني ما تحتاجش نهائيا السياره، غير على رجلك تقضي اي حاجه بغيتي. وبالنسبه لوسائل المواصلات صراحتك يعني هكا تهبط من باب الدار كتلقى ترونسبور، واي حاجه اللي هي كتحتاج كاينه حدا هاد الشقه او هاد العماره هذه اللي فيها 3 ديال السكان فقط. وكما قلت لكم الطبق الاول والثاني تباع، باقي الطبق الثالث اللي المساحه ديالهم كبيره تبارك الله. عندنا فيهم 110 المتر مربع والثمن ديالهم 88 قبل بطبيعه الحال التفاوض. بالنسبه لي ريدو راه الكتريك. وعندنا جوج ديال الغرف اللي فيهم البلاكار ديالهم. كنحاول نبين لكم الاطلاله. الشميشه راه مشمشه بمعنى الكلمه. هذه الغرفه الثانيه. عاد نشوفوا غرفه النوم اللي عندها الدوش ديالها تبارك الله. الصاله ديالها راه مفصله بمعنى الكلمه. شوفوا تبارك الله، هذه هي غرفه النوم. كندخلوا كنلقاو الدوش، البلاصه ديال لي زيتاجير فين ديروا المسائل ديالكم. وهاد الغرفه هادي راه عندها البالكون ديالها اللي كيطل على الشارع، وعندها سرجم كيطل على الزنقه. كنحاول نشرح لكم كلشي باش تفهموا كيفاش دايره هاد الشقه هادي. البلاكار هو هذا، وراه مفوجه تبارك الله، والشارع كبير بمعنى الكلمه. يعني عمرها ما طلع لك في الراس هاد الشقه هادي. يعني الناس اللي كيقلبوا على راحه البال والابارتمون مفوجه. هانتوما تبارك الله كتشوفوا اللهم بارك. هذا البالكون. اذا سيدة كما قلت لكم هاد الشقه عندنا فيها 110 متر مربع. كتواجد في ولاد وجيه مدينه القنيطره. ولاد وجيه اللي هو غني على التعريف، اللي كتكون من 3 ديال الغرف. بالنسبه لغرفه النوم راه عندها الحمام ديالها، الدوش هو هذا. كتكون من صالون اللي هو كبير زائد سيجور، يعني الصالون ماروكان سيباري مع الصالون اوروبيان اللي هو اون فاس معنا اللي كنشوفوا. بالنسبه للمساحه كما قلت لكم 110 متر مربع. جات شوكه مشمشه صباح وعشيه. كتشوف الجريده والدوبل فوا تبارك الله اللهم بارك. راه كلشي كتشوفوا على عينيكم في الصور. اي اشاره سيادنا او معلومه يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الواتساب او على الهاتف. مرحبا بكم سيادنا.
السلام عليكم.